ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده بقى كده فيديو سريع وخفيف، اكله كده سريعه، مكرونه ال10 دقايق كلها كده في حله واحده زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنحتاج طماطم وبصل وفلفل الوان. انا عندي هنا فلفل اخضر. هنقطع بقى كده، نبتدي نقطع الحاجات اللي احنا محتاجينها. الطماطم الاول هقطعها كده زي السلطه، عشوائي كده. عايزه اقول لكم بقى اكله كده سريعه وخفيفه. بصراحه النهارده ما كانش ليا نفسي خالص اقف بقى ايه، اعمل اكل كده واطبخ والكلام ده. الواحد زهق من الروتين جدا بصراحه، وعايز يغير، فبيحتاج كده ايه اي تغيير سريع كده يعمله. فقلت النهارده بقى هعمل مكرونه ال10 دقايق كده كلها في حله واحده، وحاجه كده خفيفه، واقلي بطاطس جنبها وخلاص كده وشكرا. زي ما انتوا كده شايفين يا بنات، قطعت كده الطماطم، وهبتدي بقى كده ايه، اقطع البصل بعد كده. عايزه اقول لكم المفروض الاكله دي عايزه فلفل الوان، بس انا عندي مش بيحبوا الفلفل الكتير يعني، فانا استكفيت بفلفل اخضر بس. بس الالوان بيدي شكل جميل قوي في المكرونه، الاصفر والاحمر. فانا استكفيت بفلفل اخضر. وكمان مفروض تحطي معلقه صلصه، انا ما حطيتش معلقه صلصه. فانتي واللي عندك يعني، انا استكفيت باللي عندي. اللي عندك حطيه. خلاص كده بقى خلصت تقطيع الطماطم والبصل والفلفل الاخضر بالشكل ده. زي ما قلت لكم حطيت فلفل بسيط، ما كانش كتير. هجيب بقى كده الحله اللي انا هعمل فيها، حله تيفال او اي حله انت عايزاها. هحط بقى كده الحاجات كلها، البصل والفلفل والطماطم، وعندي كمان معلقه توم مفروم. وانزل بقى كده بالمكرونه دول، حوالي كيلو الا ربع مكرونه. ممكن بقى تحطي اي نوع مكرونه انت حباه يعني، عقل صغيره، عقل وسط، مكرونه قلم، اللي انت عايزاه. وعندي هنا هحط كوبايه طماطم، وهحط بقى التوابل بتاعتي، الملح والكمون والفلفل الاسمر. ولو عندك بقى بابريكا، توابل مثلا، اي توابل بتحطيها على الاكل ممكن تحطيها، اللي هي التوابل اللي بتبقى الاضافيه دي اللي بتدي اطعمه، بتبقى حلوه قوي. وهقلب بقى كده كله مع بعضه، وهنزل كده ب3 كوبايات ميه مغليه. عايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوه جدا يعني، وانا بقلب كده فيها ريحه البصل مع الفلفل مع الطماطم مع الثوم، كانت ريحتها حلوه قوي. وارفع بقى كل الكلام ده كده على النار، هسيبها كده تغلي. بصوا شايفين ابتدت كده تغلي، وريحتها عايزه اقول لكم بجد كانت فظيعه قوي. هسيبها كده تغلي شويه، وهبتدي بقى هدي عليها النار خالص، واسيبها مع نفسها لحد ما تستوي. وعمال بقى ما تستوي هقلي كده ايه، هقشر كده بطاطستين اعملهم زي الشيبسي كده جنب البطاطس. حاجه خفيفه كده وسريعه، تعمليها ما تاخدش منك وقت خالص، ولا مجهود ولا وقفه ولا اي حاجه. انا بحبها كده اقطعها زي الشيبسي، تبقى حلوه قوي. وطبعا الاطفال كلها مدمنه بطاطس يعني، واولهم بنتي بصراحه متعش حاجه اسمها بطاطس. انا خلاص بقى قليتها، احط كده ايه، شويه ملح. وعندي كده ايه توابل بطاطس. بصوا كانت واقفه جنبي مستنيه طبق البطاطس. احط كده توابل بطاطس جايباها من عند العطار. بصوا لازم ما بيستنوش البطاطس تتحط على الاكل على طول، بيحبوها جدا. هي بصراحه البطاطس جميله جدا يعني. بصوا بقى شكل المكرونه حلو قوي بعد ما استوت بقى بالخضار والبصل والطماطم، كانت ريحتها حلوه قوي. حاجه كده سهله وبسيطه وتتعمل في ثواني، وما تتعبيش فيها خالص. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.